اهلا بيكم. عايز اكلمكم النهارده على اداه بسيطه جدا لازم تكون موجوده معاك في شنطه العده. احنا كمصورين دايما بندور في يوم التصوير على الادوات اللي ممكن تسهل علينا مهمتنا وتخلينا ننجزها وما نعطلش. الحاجه اللي عايز اكلمكم عليها النهارده هي من شركه نيور. شركه نيور دي شركه صينيه بتنزل مجموعه اكسسوارات للكاميرات وللموبايلات عشان تسهل على الناس المصورين، يقدروا يعملوا ريجز، يقدروا يركبوا حاجات زي كده. المهم مش موضوعنا، وده طبعا ان سبونسرد اساسا، دي حاجه مش مدفوعه. الحاجه اللي انا عايز اكلمكم عليها هي حاجه للاسف الشديد انا ما لقيتهاش موجوده في مصر، بالرغم من بساطتها وهيافتها وتفاهتها. بس الناحيه الثانيه بقى هي بتوفر علينا وقت ومجهود كبير جدا. اللي انا عايز اكلمكم عليه النهارده هو مجموعه من الادابترز اللي منزلاها شركه نيور. الادابترز دي حاجه قمه في الروعه والسهوله والبساطه. كلنا عارفين ان احنا الثريد الاساسي اللي بنستخدمه دايما في معدات التصوير بتاعتنا اللي هو الكوارتر 20، المسمار الصغير اللي كلنا عارفينه، تمام. ودايما المشكله بتواجهنا ازاي نحول من المسمار الصغير للمسمار التخين اللي هو 3 8، تمام، اللي زي ده اللي هو التخين. طيب مجموعه الادابترز اللي منزلاها شركه نيور دي حاجه عظيمه جدا وهتوفر عليك وقت ومجهود رهيب. انا بصراحه نفسي كمصطفى انبهرت. دلوقتي احنا عندنا من ضمن الباكج اللي جايه، بصوا، بوكس صغير زي كده، وعلى فكره بالمناسبه هو مش غالي خالص، هو تقريبا ب 12 دولار تقريبا، حاجه زي كده. اوكي، يقدر يديلك من كوارتر 20 لكوارتر 20 ميل، يقدر يديلك من كوارتر 20 ل 3 8 ميل، يقدر يديلك من كوارتر 20 ل 3 8 فيميل من الناحيتين، يقدر يديلك برضو من كوارتر 20 ل 3 8 ده ميل. موجود من كل حاجه قطعتين. طبعا الادابتر المهم اللي احنا دايما بنستخدمه اللي هو بيحولك المسمار الرفيع للتخين اللي هو الكوارتر 20 لل 3 8. ببساطه شديده جدا عايز اديلكم مثال. مثلا كلنا عارفين المايك اللي هو البوم مايك ده، طبعا الثريد بتاعه بيكون 3 8 اللي هو المسمار التخين. فالمشكله اللي بتواجهنا ان احنا لازم نشتري البوم ارم، تمام كده، علشان نقدر نركب ده جوه ده، تمام كده، علشان لو عايزين نصور في لوكيشن التصوير بالمايك من فوق. طيب افرض ما عنديش انا ده، هقدر اعمل ايه؟ انا دلوقتي بكل بساطه الارم بتاعت الانستا 360 اللي هي الانفيزبل ارم دي، طبعا المسمار بتاعها بيكون كوارتر 20. قدرت عن طريق الادابتر ده اركب ده هنا واروح مركب ده في المايك علشان اقدر استخدم الانستا 360 او الانفيزبل ستيك كبوم ارم للمايك. دي طبعا اللي هي ال 1.2 مترز، فطبعا ده ممتاز. حلو، ده طبعا كان لا يمكن يحصل من غير الادابتر. طيب انا دلوقتي عندي مشكله، الانستا 360 او الانفيزبل ارم هي بس 1.2 مترز، وانا معايا بوم بول ممكن احوله. طب ازاي؟ ده عندي 3 8 وده عندي كوارتر 20. اقدر اجيب الادابتر ده بيحول لي 3 8، اروح مركبه هنا. بصوا بقى الجمال ده، بقى السهوله واليوزابيلتي اللي انا دايما بتكلم عنها. تمام، ركبت ده هنا وبعد كده جبت كوارتر 20 لكوارتر 20 اللي هو ميل تو ميل، جبته هنا اوكي في الادابتر ده، وقدرت اركبه في الانستا 360 اللي هي الانفيزبل ستيك. فاقدر اخلي الانستا 360 بتاعتي بقى طولها بدل ما هي 1.2 بس متر، اقدر كمان اديلها حوالي 2 مترز بالبوم ارم بتاع المايك، فبقى معايا انفيزبل ستيك طويله جدا جدا. كل ده عن طريق استخدامي لتو ادابترز بس. نفس القصه برضو بالظبط، انا دلوقتي عندي المايك الصغير ده اللي هو الرود فيديو مايك، برضو نفس القصه، الكوارتر الثريد بتاعه اللي هو ال 3 8، وانا عايز دلوقتي اتكلم دلوقتي زي ما انا قاعد واحطه قدامي بشكل بروفيشنال جدا. بس طبعا انا عندي الستاند الصغير ده، قدرت اركبه واركب عليه بول هيد صغيره جدا. طبعا البول هيد الصغيره دي بتطلع لي مسمار كوارتر 20. فازاي هقدر اركب ده في ده؟ نفس القصه، مش هينفع. فاقدر اجيب بكل بساطه اللي هو الادابتر ده اللي هو بيحول لي الكوارتر 20 ل 3 8، وبكل بساطه قدرت اركب المايك فيه بالشكل ده واقدر اتكلم فيه بالشكل ده. هي دي بقى الحاجه اللي انا دايما بحب اتكلم عنها، ودايما ان شاء الله هحاول انقل لكم اي حاجه تسهل وتوفر علينا وقتنا ومجهودنا كمصورين. اعملوا سبسكرايب على ماستيك ارت برودكشنز علشان ان شاء الله تشوفوا الفيديوز اللي جايه كلها.